لو انت عندك 4 شباب زي الورد، وانت مدرب ليهم مثلا وليكن في لعبة زي الماراثون او الجري، وعندك واحد فيهم بيجري في الساعة 10 كيلو، والتاني بيجري يعني 15 كيلو، والتالت بيجري 20 كيلو، والرابع بيجري 25 كيلو، وفي مسابقة معينة في أي مكان، وقالوا لك لازم تجيب واحد يكون موجود معانا في المسابقة من الأربعة، هتختار مين؟ أكيد يا معلم هتختار الراجل اللي بيجري 25 كيلو في الساعة، لأن ده الأكيد اللي هو الوحيد اللي هيشرفك ويرفع راسك طبعا، وهو الأقرب للفوز. نفس الكلام بالظبط بينطبق على تشكيلتك لما تيجي تختارها. أنت عندك 4 مراكز في التشكيلة. أول مركز مركز حراسة المرمى، تاني مركز مركز خط الدفاع، تالت مركز مركز طبعا خط الوسط، وآخر مركز هو مركز خط الهجوم. لما تيجي بتختار تشكيلتك بتبدأ بأي مركز؟ يعني بتختار الأول اللعيبة بتاعت حراسة المرمى، ولا بتفضل إن أنت بتختار المدافعين الأول، ولا بتختار من خط الوسط الأول، ولا بتختار المهاجمين الأول؟ طيب عامة، خلينا ندخل في العمل على طول وأنت هتفهم كل حاجة. زي ما انت شايف كده قدامك، هنبدأ بمركز حراسة المرمى. مركز حراسة المرمى، ولناخد مثلا في كل مركز من ال4 مراكز اللي احنا اتكلمنا عليهم اعلى ترتيب الموسم اللي فاتت في عدد النقاط. زي ما انت شايف قدامك كده في مركز حراسة المرمى، هناخد اعلى اتنين كان بيكفورد حارس مرمى طبعا، ايفرتون، ومعاه سيلز حارس مرمى نوتنغهام فورست. بيكفورد يا شباب زي ما انتم شايفين الراجل قدر يطلع ب 158 نقطة، وسيلز قدر يحصل على 150 نقطة. لو جمعنا ال 158 نقطة بتاعت بيكفورد على ال 150 بتاعت سيلز هيدونا بالظبط 308 نقطة. إذا الاتنين حراس دول، اللي هو طبعا أي فريق فيه 2 حراس، بس خلينا الحراس الاتنين دول قدروا يطلعوا ب 308 نقطة. لو قسمنا ال 308 نقطة دي على الاثنين اللي هم الحراس المرمى، هيطلع ان متوسط الفرد فيهم او متوسط اللاعب فيهم هيجيب لك 154 نقطة زي ما انت شايف كده. اذا مركز حراسة المرمى من المتوقع ان يعني المتوسط بتاعه يجيب لك طول الموسم 154 نقطة. تمام، كده خلصنا من اول خط. ندخل على تاني خط يا شباب، وهو خط الدفاع. خط الدفاع ناخد اول 5 لعيبه جابوا ترتيب الموسم اللي فات. عندك اللاعب الاول جيفارديول لاعب مانشستر سيتي، الراجل قدر يطلع ب 153 نقطه. يليه على طول ميلينكوفيتش، مدافع نوتنجهام فورست ب 145 نقطة. يليه فان دايك مدافع ليفربول قدر يطلع ب 143 نقطة. يليه طبعا مونيز اللي هو مدافع كريستال بالاس ب 142 نقطة. وأخيرا كيركز اللي هو كان مدافع بورنموث وحاليا بيلعب في ليفربول، الراجل قدر يجمع 134 نقطة. إذا يا شباب لو جمعنا مجموع عدد النقاط بتوع ال5 مدافعين اللي هم كانوا أفضل 5 مدافعين الموسم اللي فات، هيطلع مجموع ال5 مدافعين دول جايبين 717 نقطة. تمام. طيب لو قسمنا ال 717 نقطة دول على 5 اللي هم المدافعين اللي عندك، طبعا احنا قسمنا 2 على حراس المرمى لأن أنت الفريق بيبقى فيه 2 بس. هنا المدافعين هنقسم على 5 عشان أنت بتختار 5 مدافعين. خط الوسط هنقسم على 5 عشان بتختار 5 خط وسط. المهاجمين هنقسم على 3 عشان أنت بتختار 3 مهاجمين بس. فهنا المدافعين 5 مدافعين، لو قسمنا ال 717 نقطة اللي قدامكم دي على 5 لاعبين، يعني يديك متوسط اللاعب في الموسم 143 نقطة. إذا حارس المرمى قلنا قبل كده بيجيب لك كام؟ 153 154 نقطة في الموسم. أما المدافع فخلال الموسم المتوسط بتاعه هيطلع لك ب 143 نقطة. تمام، وفعلا ده اللي حصل يا شباب. انت لو بصيت لمركز حراسة المرمى، مركز حراسة المرمى المتوسط 154، احنا شفنا بيكفورد 158، سيلز 150. نفس الكلام بينطبق على المدافعين. طبعا قلنا المتوسط المدافع هيطلع لك ب 143 نقطة. انت لو بصيت لعدد النقاط هتلاقي فعلا هي مقاربة كده، ما فيش غير جفارديول هو الوحيد اللي جاب 153، كسر القاعدة دي شوية. انما ميلينكوفيتش جايب 145 زي ما انت شايف، فان دايك 143، منيوس 142، كيركز 134. اذا المتوسط، وانت لو حطيت ال 134 على ال 153 بتاعت جفارديول هتلاقي ان فعلا متوسط المدافع في الموسم هيجيب لك 143 نقطة.
طبعا هي مش لازم تطلع ثابته السنه يعني الموسم اللي احنا نلعب فيه بنفس الارقام، ولكن الارقام اللي هتطلع برضه هتطلع قريبه. يعني ممكن يكون الموسم اللي جاي متوسط مثلا حراسه المرمى 140، لكن احنا ممكن يكون متوسط المدافع مثلا الموسم اللي جاي ممكن 160 نقطه، ممكن 140 نقطه، ممكن 180، على حسب بقى لما نشوف الموسم هيمشي ازاي. ولكن احنا بنضرب قاعده اساسيه هتكون ثابته في كل المواسم. فزي ما انت شايف المدافع الحارس حراسه المرمى بيطلع متوسط الموسم 154 نقطه، المدافع بيطلع ب 143. ندخل بعد كده لخط الوسط. خط الوسط زي ما انت شايف يا شباب قدامك كده. هناخد برضو اعلى خمس ترتيب. عندك صلاح قدر يطلع ب 344 نقطة، نبويمو 236 نقطة، بالمر 214 نقطة، بوين 193 نقطة، برونو فرنانديز 174 نقطة. لو جمعنا مجموع الخمس لاعبين دول خط الوسط هتلاقيهم جايبين 1161 نقطة زي ما انت شايف. لو قسمنا يا شباب ال 1161 نقطة على الخمس لاعبين زي ما قلنا، هيديك ان متوسط اللاعب في الموسم المفروض يجيب لك 232 نقطة. اذا احنا من خلال النظريه دي شايفين ان فعلا ما شاء الله لاعب خط الوسط بيطلع ب 232 نقطه. ولو انت طبقتها عملي هتشوف صلاح عدى ال 232، الراجل ما شاء الله 344. موبيمو عدى ال 232 جايب 236. بالمر 214 كان في مباريات ما لعبهاش، الراجل غاب مباراه او اثنين او ثلاثه تقريبا في الموسم. لو لعب الثلاث مباريات دول او تالق في اي مباراه فيهم كان فعلا وصل رقم ال 232. باقي اللعيبه برونو فرنانديز وبوين كانوا قاعدين خالص، الناس ما بدأوش الموسم، وبرونو فرنانديز كان يعني الفريق مش قد كده، ومع ذلك ترتيبهم كان كويس، ولو قدروا شويه يشد حيلهم كان فعلا قدروا يوصلوا عدد النقاط. طيب اذا دلوقتي عندنا حارس المرمى بيجيب 154، المدافع 143، خط الوسط بيجيب لك 232 نقطه. ناخد اخر مركز يا شباب اللي هو مركز خط الهجوم. خط الهجوم هناخد اعلى ثلاث لعيبه برضو. ايزاك كان جايب 211 نقطه، وود 200 نقطه، واتكنز 186 نقطه، رغم ان واتكنز كان بعيد الموسم اللي فات ما بداش وبدأ متأخر وغاب مباريات كتير، ولكن ما شاء الله الراجل قدر يطلع المركز الثالث ب 186 نقطة. طيب مجموع الثلاث مهاجمين اللي هو ايزاك ووود وواتكنز اللي هو 211 زائد ال 200 زائد ال 186 هيديك 597 نقطة. لو قسمنا ال 597 نقطة على عدد الثلاثة المهاجمين على ثلاثة هتديك 199 نقطة. إذا المهاجم في خلال الموسم بيطلع ب 199 نقطة. طيب ايه اللي استفدناه كده يا شباب؟ اللي استفدناه زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك دي ترتيبهم بالظبط. يعني انت لما تيجي تختار خطتك اختار على الترتيب اللي هيظهر قدامك، لان هي هتلاقي فيه فروقات كتيره بين اللعيبه. يعني عندك اول حاجه يا شباب خط الوسط. من خلال يعني الاحصائيه اللي قدامك دي اتضح ان متوسط اللاعب في خط الوسط بيجيب لك 232 نقطه، اما المهاجم فمتوسطه في الموسم 199 نقطه. يعني في فرق يعني حوالي مثلا نقول 33 نقطة بين المهاجم وخط الوسط. تالت خط يا شباب ودي طبعا اللي فيها مفاجأة، حارس المرمى. حارس المرمى بيجيب أكتر من المدافع، حارس المرمى بيجيب 154 نقطة. أما المركز الأخير اللي هو بيجيب أقل عدد نقاط اللي هو الدفاع بيجيب 143 نقطة. وده طبعا يا شباب بسبب حاجات كتيرة، بسبب الانتصارات، بسبب إنه ما بيقدرش يحافظ على الكلين شيت كتير، إنه مساهمتهم الهجومية مش كتير. يعني المدافع كام هيطلع كلين شيت في الموسم؟ 2 3 كلين شيت، هيخطف كام هدف؟ 2 3 اهداف. عشان كده خط الدفاع هو اقل عدد نقاط. ممكن تزيد الموسم اللي جاي علشان الخاصيه اللي حطيها الجديده المدافعين، ولكن مش كل المدافعين يا شباب هيقدروا يطبقوا النظريه بتاعت الموسم اللي جاي. مش كل المدافعين هيقطع 10 او 12 كره طبعا خلال الموسم. طيب من خلال يا شباب النظريه اللي قدامنا دي اتضحت كده، يبقى شباب انا لما اجي اختار خطتي او تشكيلتي يبقى الاول اختار لاعبي خط الوسط. ما ينفعش اروح اختار حراسه المرمى في الاول وهو جاي في الترتيب الثالث ب 154 نقطه. ما ينفعش اختار المدافع الاول، يعني اختار المدافعين الاول اللي هم في الترتيب الاخير اللي جايبين 143 نقطه في الموسم، ولا ينفع اختار المهاجم اللي هو جايب 199 نقطه على حساب لاعب خط الوسط اللي طبعا في الترتيب الاول. يبقى شباب المنطق والعقل يقول لك ان انت المفروض تختار في الاول لاعب خط الوسط. يعني اختار اللعيبه بتاعت خط الوسط، اختار الخمسه الاولين بتوع خط الوسط، وبعد كده اختار الاثنين المهاجمين يا شباب. وزي ما اتفقنا ما تختارش ثلاثه مهاجمين في اللعبه، خط الوسط بيجيب عدد نقاط اكتر. يبقى انا اشتري خمسه يعني خط وسط مميزين هيلعبوا معايا طول الموسم، هلعب بثلاثه 5 2. يبقى يا شباب هختار اثنين مهاجمين كويسين بسعر كويس ويكون مستواهم كويس، واضمن ان هم هيلعبوا الموسم وهيجيبوا اهداف، وهاخد معاهم مهاجم ب4.5 مليون. ما تقوليش 5.5، ناس هتقول لي طب ما انا اخد نيتو ممكن
ممكن يشارك؟ لا مش محتاجه. انا اخد مهاجم ب4.5، كده كده انا مش محتاج نيتو عشان يلعب لي مباراه، ولا محتاج اي راس حربه تاني عشان استنى عليه طول الموسم عشان يلعب لي مباراه. بالعكس انا المهاجم يعني لو حصل عندي نقص في الفريق مثلا وغياب مهاجم عن مباراه، او غياب لاعب خط وسط عن مباراه، انا ممكن اللي يكون في التوقيت ده عندي مدافع كويس عنده مباراه سهله انزله. في قانون المدافعين الجديد ممكن المدافع يقدر يطلع لك ب 11 و12 نقطه مستريح، ده من غير ما يحرز اهداف ومن غير ما يعمل اي حاجه. فعشان كده لا، لو حصل لا قدر الله وجيت في جوله من الجولات مثلا انت مختار صلاح وبالمر مثلا ومبيم، ولقيت مثلا نجوم مش موجود في التشكيله، ما ينفعش اروح انزل نيتو في خط الهجوم اللي وارد يحرز هدف او ما يحرزش. حتى لو احرز هدف هيجيب لي كام؟ 4 للهدف واثنين المباراه، وياخد بونص. يعني ما خدش هيجيب لي 6 7 نقاط. انا ممكن المدافع بس مع الكلين شيت والكرات اللي هيقطعها لو خد بونص يجيب لي 10 11 نقطه. فانا استفيد بالمدافع افضل من المهاجم اللي ادفع فيه فلوس اكتر. عشان كده يا شباب اختاروا اثنين مهاجمين يكونوا بسعر كويس، واختار معاهم واحد يا شباب يكون المهاجم الثالث ب4.5 عشان سعره لا يغلى ولا يقل عشان ما تخسرش فيه. وزي ما قلت لك ابدا الاول بخط الوسط، حط 5. طبعا انا راجل لو هختار 5 في خط الوسط على الارقام اللي انا شايفها دي، هحط طبعا اختار صلاح رقم 1 على طول، في جنبه احط كول بالمر. ثالث حاجه هنصبر نشوف مبويم وظروفه ايه مع فريق زي يعني مانشستر لسه ما ظهرتش مع مانشستر يونايتد. يعني نجومه هيلعب مش هيلعب، هيشارك مش هيشارك، مع ضربات الجزاء ما معاش. عشان كده نصبر على نجومه شويه، ممكن يكون في اختيارات افضل منه المرحله الجايه. لكن كول بالمر محمد صلاح هم اثنين. ساكا ابعد عنه، مباراته صعبه، الارسنال مش افضل حالات. ساكا لعب 5 مباريات وديات ما عملش فيهم حاجه خالص، حتى ضربات الجزاء بيشاركوا فيها اكتر من لاعب. عشان كده ابعد عن ساكا، خليك في صلاح وبالمر، هم اثنين رئيسيين. بعد كده اختار مثلا واحد زي جاكبو، اختار واحد مثلا زي يعني على حسب المباريات اللي هتبان قدامنا وسهوله المباريات. ممكن تاخد واحد زي مثلا كونيا، ممكن في قدامنا اختيارات كتيره يا شباب هتظهر في الفتره الحاليه. لكن زي ما قلت لك يا شباب، انت عشان تختار تشكيلتك صح لازم تبدا برقم 1. تختار الخمسه خط نص ويكونوا مميزين، هيلعبوا كل المباريات وكل لعيبه قادره تحرز اهداف، زي امادو ديالو، زي صلاح، زي كول بالمر، زي مثلا مبيمو، كونيا لو هيشاركوا. تاني حاجه يا شباب، بعد خط الدفاع تختار زي ما قلت لك 2 رؤوس حربه مميزين. بعد كده تبدا تفكر في المركز الثالث اللي هو حراسه المرمى. ما تروحش مباشره للدفاع، لا اختار الاول حراسه المرمى قبل المدافعين. حراسه المرمى انا شايف افضل اثنين انا لو هبدا بهم الموسم بوكفورت وسيلز. في ناس بس اعترضت تقول لي انت هتاخد 2 حراس مرمى ب5 مليون. طب انت هات لي 2 حراس مرمى اقل من السعر ده، هتروح تاخد لي حارس مرمى ب4 مليون من بيرلي مش هتستفيد بيه، او من اي فريق تاني مش هتستفيد بيه، عمره ما هيطلع كلين شيت طول الموسم. يبقى انت بتخسر حارس ممكن تختار في مباريات سهله يجيب لك نقاط. هتروح مثلا تختار حارس ب4.5، هو في مين ب4.5 غير اريولا مدافع ويست هام، وعندك برضو كلير مدافع طبعا برينتفورد، وفي كذا مدافع ب4.5، لكن برضه فريقهم مش قد كده، مش ضامنين فيهم الكلين شيت. طب ما انا اروح للمضمون زي باكفورد، زي طبعا سيلز. او سيبك من بوكفورد، انت لو هتختار راس حربة او حارس مرمى يا شباب خليك مع سيلز او فيكاريو او مثلا مارتينيز اللي بتاع استون فيلا. الثلاثه دول عندهم مباريات سهله، والثلاثه دول هيكونوا اعلى نقاط. او اونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد. الاربع حراس مرمى دول هم اللي تختار منهم اثنين يكونوا معاك طول الموسم. المدافعين بقى يا شباب على حسب الميزانيه اللي هتتبقى معاك. المدافعين كده كده بيجيبوا اقل عدد نقاط، عشان كده مش لازم يكونوا غاليين او ولا رخاص قوي، على حسب الميزانيه المتوفره اللي معاك. حتى لو هتختار 4 مدافعين ب4.5 مليون، والمدافع الثالث يكون ستيف اللي هو مدافع بيرني ب4 مليون، برضه هينفعك احيانا، برضه هيلعب مباراه. كده كده انا مش محتاج المدافع الخامس، انا محتاج الاربعه المدافعين. كده كده انا بلعب بخطه 3-5-2، يعني في 3 اساسيين وفي 2 كده كده منهم على الدكه. يعني ستيف مش هلجأ ليه غير للضروره القصوى، ممكن مره او 2 طول الموسم. عشان كده يا شباب هي دي افضل اختيارات الخطه، هي دي الطريقه اللي تبدا بيها، غير كده مش هينفع تختار. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.